حكاية شارع. أنا هحكي لكم قصص من الشارع، استعدوا للمغامرة. حاجات من زمن فات، وارجع معايا بالذكريات. اصور ما انا لازم استأذن، يعني المروحه دي عامله 1500 ليك انت كنت بتتكلم في 2000. ويلكم تو ايجيبت ايام محمد السعيدي ماركت ديانا بلس. حاجات من زمن فات، خش على حاجات من زمن فات. ده الأستاذ محمد الصعيدي، أشهر واحد موجود في شارع ديانا بلس، وليه سيستم معين وليه نظام معين. المروحة اللي قدامه دي بيبيعها ب1500 جنيه. نتابع مع محمد الصعيدي وسوق ديانا. حوالي 4 كيلو ونص. لما بتتفرج على الحاجات اللي مفروشة في الأرض دي تحس إنك رجعت 50 سنة لورا. كل قطعة ليها حكاية. إحنا هنلف النهاردة في شارع الكنوز. شارع ديانا والشوارع اللي حواليه كلهم على بعض حوالي 6 أو 7 أو 8 شوارع صغيرين يعني، بس هم كبار قوي في القيمة. وانت ماشي في شارع ديانا عينك هتتلخبط، هتشوف حاجة نحاس وهتشوف تماثيل وهتشوف مرايات قديمة وهتشوف عملات ورقية وعملات معدن، هتشوف جراموفون، هتشوف تليفونات، هتشوف صواني وهتشوف كوبايات، هتشوف حاجات كتير قوي. عينك هتتلخبط فيها وما انتش عارف هتبقى عايز تشتري ايه وما تشتريش ايه. دول مبخرتين نحاس عايز يبيع الواحدة ب5000 جنيه. كل قطعة هنا ممكن تبقى ديكور لوحدها وممكن تبقى حكاية تتحكي. الكاميرا دي أنا حاولت أشتريها، هو كان طالب فيها 2000 جنيه وفضل مصمم على 2000 جنيه. أنا مش عارف هي كانت سنة كام الكاميرا دي معمولة أو نوعها إيه. لو تعرفوا حد يكتب لي في التعليقات تحت الموديل بتاعها، لأن أنا إن شاء الله لو هي هتفضل موجودة لغاية الأسبوع الجاي هروح أشتريها. أنا للأسف ما كانش معايا فلوس. دي كاميرا فيديو، بس اعتقد الحاجات دي كانت حديثة شوية، يعني ممكن تكون في الثمانينات في السبعينات. والكاميرات دي نفس القصة برضو ممكن تكون في الثمانينات في السبعينات. السلام عليكم. اصور
زمان مش كل البيوت كان فيها تلفزيون. الأساسي عندهم هو كان الراديو. كان بيفتح عليه القرآن الكريم الصبح، ويفتح عليه نشرة الأخبار وأغاني أم كلثوم طبعا، وكان البيت كله بيسكت عشان يسمع الراديو. أجمل حاجة في سوق ديانة ده مش الحاجة اللي بتتباع نفسها، لكن حكاية البياعين عنها، زي ما سمعنا عم محمد وهو بيحكي وبيكلمنا على العملات، ودي اتعملت امتى، وكانت قبل الملك فاروق ولا بعد الملك فاروق، ودي كانت أيام السادات. الحكايات نفسها اللي بيحكيها الشارع بتحسسك انك انت تحولت من الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ورجعت لزمن قديم. ودي الراديوهات اللي كانت معتمدة عليها الناس زمان. هما طبعا بيبيعوا حاجات مش متناسقة، يعني مش كل حد عنده تخصص. يعني أي حاجة بتتباع، يعني عنده كاميرا بيبيع، وعنده طبق نحاس، وعنده برادات، وعنده براويز. يعني بتلاقي مجموعة من الكوكتيل الموجود عنده. الكاميرا دي أنا عايز أعرف اتعملت امتى وتاريخها امتى، لو حد يعرف يا ريت يكتب لي في الكومنتات تحت، لأن إن شاء الله. ودي كمان كاميرا، اكتب لي في الكومنتات تحت، لأن أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم السبت هروح أشتريها إن شاء الله. والتليفونات دي انا ناوي برضو الاسبوع الجاي اشتري واحد ان شاء الله. يعني ده انتيك كده يبقى محطوط في الشقة، حتى لو هو بايظ هنجيبه ونحطه ان شاء الله. يعني دول انا سألت على سعرهم، بيتراوح سعرهم ما 100 700 جنيه و1000 جنيه. يعني كل واحد بيقول لك سعر. هو موجودين كذا واحد يعني، بس هو اللي بيبيعهولك هو مش عارف يعني هو شغال ولا مش شغال، هو ما يعرفش عنه حاجة خالص. هنا المكان مش متناسق كمان. يعني هنا بيبيع كاميرا زوم، بيبيع ولاعات، بيبيع مفاتيح انجليزي، بيبيع اقفال. يعني هو الموضوع بيبيع اي حاجة. يعني هو الحاجات بتبقى عندهم ما فيهاش تخصصات، اللي موجود عنده هو بيبيعه. السلام عليكم. اصور دي من فضلك؟ اللي بيحب الانتيكات مش بيشتري حاجة قديمة، بيشتري احساس. والاحساس انك انت جبت حاجة من زمن فات وبتحطها عندك في بيتك. البتاعة الطويلة دي انا فضلت رايح جاي عشان اعرف دي ايه، واقرب التصوير وابعده وارجع تاني، ما بقتش عارف دي ايه. طلعت في الاخر مطحنة.
نحاس، نحاس صافي ومختومة. حلو قوي. معلش الله يبارك لك يا عم. حاجه مش بالساهل. لا الحمد لله. زيادة والله. يفتح الشارع. لا معلش. خليها 80. 80 بقى ماشي. طب هات 70 هات 70 هات كده. عامل ايه؟ السلام عليكم. صور ممكن؟ ممكن والله جملة، والله جملة عندي كتير بس مش هنا. دي مطحنة دي؟ أنا فضيله. دي المطحنة اللي أنا كنت بكلمكم عليها، دي من 1950 على كلام الراجل اللي بيبيع. هي كلها نحاس، مطحنة توابل. أنا عملت لكم عليها زوم وقربت لكم الصورة منها جدا. مكتوب عليها حاجي أرتين، ومكتوب عليها سيريال نمبر. لو حد عنده معلومة عنها يا ريت يكتبها لنا في التعليقات تحت عشان كلنا نستفيد. دي المقابض بتاعت الشيش بتاعت زمان والبلكونات الطويلة قوي دي. ودي الميزان كان بيتكتب عليه أوقية، اللي هو الكلمة المدرجة اللي هي وقية. ده الكيلو، ده ال2 كيلو، ده النص كيلو. عنده المجموعة كلها، وكان بيبيع المجموعة كلها ب 800 جنيه. يلا يا حوده. تدروا ايه؟
بكام؟ مجموعة الوقة دي بكام؟ لو وصلت معانا لحد هنا يا ريت تعمل لايك وتعمل شير وتشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني. ان شاء الله كمان في جزء ثالث نازل بكرة بإذن الله. السلام عليكم. حكاية شارع. أنا هحكي لكم قصص من الشارع، استعدوا للمغامرة.